عايزك تاخد بالك من الحاجات البسيطه دي وانت بتستلم مواسير الصرف الصحي. المواسير دايما راسيه. افزان تثبيت مواسير الصرف ما تزيدش عن 1 متر وممكن متر 20. تاسيس كل حمام ما يقلش عن 3 مواسير، واحد لعمود العمل والتاني لعمود الهواء او النفس والتالت الصرف الخفيف. وما تنساش طبعا صرف المطر. فتحه البيبه على اوطى نقطه في الحمام وما تكسرش في السقف ولا القمر ابوس ايدك. فتحه المنيجه بتاعه التوليت بتكون اعلى من البيبه. حاول اي كوع 90 درجه تستبدله بكوعين 45 عشان تزود من معدل سيران الصرف جوه المواسير وتتفادى الانسداد اللي ممكن يحصل. زور البيبه دايما يكون معمول بولي وملزوق فيها عشان تتفادى الرطوبه. عدد غرف التفتيش ما يقلوش عن 2 في المنشأ السكني. الصرف الخفيف دايما رايح على جليتراب الاول قبل ما يروح على غرف التفتيش وما يتجمعش مع عمود العمل. ابعدوا عن الشبابيك، بلاش المواسير اللي بتثبتوها في نص الشبابيك دي. طبات التسليك عند كل كوع ومشترك مهمه جدا. كل ما تزيد كل ما اعرف اصين واصلح المشكله بسرعه. ما تجمعش الحمامات على صرف واحد في ادوار مختلفه. خلي كل صف من الحمامات ليه شبكه مستقله. وانت رايح بالمواسير بتاعتك على المطبق العمومي اللي هو البلاعات اللي بره، اي مسار 90 درجه حاول تشيل الكوع بتاعه وتحط غرفه تفتيش. كل ما غرف التفتيش زادت كل ما يبقى احسن عشان تتفادى برضو مشكله السدد وتصين وتصلح المشكله بسرعه. ولو مش عايز تزود غرف تفتيش حط كيعان بزاويه مفتوح. ما تنساش تشيك على اماكن تحطيط الفتحات بتاعتك وتستلم المناسيب وتتاكد من اقطار المواسير اللي راكب. كفايه لحد كده. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.